أهلا وسهلا فيكم. اسمي المدرب محمد بدر كوجان، مدرب أول معتمد من عدة جهات تدريب دولية. حاز على شهادة الماجستير في الاقتصاد والتمويل الدولي من جامعة روما المرتبة الأولى ودرجة الامتياز، وخاضع لأكثر من 150 دورة تدريبية في نحو 25 دولة حول العالم. اليوم حنحكي شوي عن دورة دبلوم دراسات الجدوى الاقتصادية. لماذا 20 ساعة تدريبية؟ لماذا أكثر من 30 تمرين تفاعلي بطريقة التعلم السريع؟ لماذا ذلك الإقبال من المتدربين على هذه الدورة اللي عم تحقق لهم نقلة نوعية عم يتشاركوا فيها ويتعرفوا على أولا مهارات نظرية حول مجالات دراسات الجدوى الاقتصادية بالإطار النظري، اثنين المهارات العملية والمؤشرات الاقتصادية والمالية لهذه الدراسة، ثلاثة آلية اتخاذ القرار، وأربعة كيفية كتابة تقرير دراسة الجدوى الاقتصادية. بضمن لكم بنهاية هذه الدورة أن كل متدرب سوف يكون قد حصل على 9 منافع على الأقل. المنفعة الأولى أنه سيحصل على شهادة بدبلوم دراسات الجدوى الاقتصادية من جهة دولية ومترجمة، أو خلينا نقول ليست مترجمة وإنما هي أصلية باللغة الإنجليزية إذا لا تحتاج إلى ترجمة. اثنين، سوف يضيف مهارة مهمة في السيرة الذاتية التابعة له أو السي في، وبالتالي سوف يكون قريبا من الحصول على فرص إضافية في سوق العمل. ثلاثة، سوف يكون قادرا على اتخاذ القرار بصورة أكثر دقة بسبب هذه الدورة. أربعة، راح يكون اطلع على الأقل على 5 دراسات جدوى اقتصادية فعلية، وبالتالي ربط الواقع النظري بالحياة العملية. أيضا 5، التشبيك مع نحو 100 من صانعي القرار زملائه اللي سبقوه وعملوا نفس هذه الدراسة وبالتالي أو نفس هذه الدورة، وبالتالي يستطيع أن يستفيد من خبراتهم ويتشاركها معهم. وستة، سوف يستطيع أن يعد دراسة جدوى اقتصادية بمفرده، يعني أصبحت المهارة عنده جاهزة وهي خبرة ومهارة في اللاوعي. 7، يحصل على خبرات نادرة من خلال هذا الكورس. 8، يحصل على المساعد في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللي بيقدم له إياه المدرب. و9، وهو أمر جدا مهم، اللي هو إنه بيقدر يحصل على المادة العلمية بشكل إلكتروني. اليوم أمامك فرصة جدا متميزة، هل أنت جاهز لتكون معنا وتستفيد من هذه الفرصة؟ إذا نحن بانتظارك. تقبلوا مني محمد بدر كوجان ومن الفريق العامل معنا في التدريب أجمل التحيات، وبانتظاركم في الدورة المقبلة.